أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقعد القيادة الفنية للملكي حتى 2022. وأشار ريال مدريد في بيان رسمي على الموقع الرسمي إلى إقالة المدرب الأرجنتيني الحالي سانتياغو سولاري من تدريب المارينجي بسبب سوء النتائج، معلنا عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للفريق. وقرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في اجتماع طارئ مع مجلس إدارة الملكي إلى إقالة سانتياغو سولاري بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة وضياع المنافسة على 3 ألقاب في الموسم الجاري: كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. قاد الفرنسي زين الدين زيدان فريق ريال مدريد لمدة 2.5 موسم حقق خلالهما 9 ألقاب، أبرزهما دوري أبطال أوروبا ال3 مواسم الماضية في إنجاز غير مسبوق بتاريخ البطولة القارية. ومن المقرر أن يبدأ زين الدين زيدان مهام تدريب ريال مدريد بدءا من يوم الثلاثاء استعدادا لمباراة سيلتا فيغو في الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني السبت المقبل.